السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وبناتي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معلش اعذروني صوتي تعبان شوية عشان كان عندي دور برد جامد. النهاردة هنعمل لكم الزبادي. طبعا مفيش حد صايم يقدر يستغنى عن وجبة الزبادي في السحور. الزبادي طبعا كله فايدة، بيعمل تبطين للمعدة وفي نفس الوقت ما بتحسيش بأي عطش لما بتاكلي كوباية الزبادي في السحور. زي ما انت شايفة كده طبق الزبادي بخيره، زي ما بيقولوا عاملاه بخيره، باللبن جايباه من عند اللبان بقشطته بكريمته بكله عاملاه. كمان عامله زبادي من نوع تاني، زبادي بالمانجا، طعمها ما اقولكمش على جماله. صراحه انا كنت في الحج السنه اللي فاتت، وكنت يعني الاكله المفضله بالنسبه لي الزبادي بالمانجا او الزبادي بالفراوله. كنت بجيبها على طول انها طلعت تحفه، فحبيت اشارككم بالتجربه بتاعتي ونعمله مع بعض زبادي بالمانجا. يلا نشوف بتتعمل ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه هنا 2 كيلو لبن، غليتهم كويس جدا وسبتهم لغايه ما بردوا. تحطي صبعك كده تحسيها زي دمعه العين بالظبط، دافيه كده دفيان بسيط جدا. كمان جايبه كوبايه زبادي، كوبايه زبادي تكوني عاملاها او من بره اللي انت عايزاه. هنحط في الشفشق بتاع الخلاط بتاعنا حوالي كوبايتين من اللبن بتاعنا الدافي زي ما اتفقنا، علشان نعمل الخميره بتاعه الزبادي. هنحط كوبايه الزبادي او نص كوبايه زبادي الموجوده عندك، هتخلطيهم كويس جدا في الخلاط. انا عايزه اعمل او اكون الخميره بتاعه الزبادي، تكونش فيها تكتلات ولا اي حاجه، تكون ناعمه خالص زي اللبن بالظبط. بعد ما دوبت الزبادي كويس جدا في الخلاط كده هنضيفه للبن كله. دلوقتي احنا هنعمل نوعين من اللبن، نوعين قصدي من الزبادي، زبادي ساده وزبادي بالمانجا. هنشوف بالظبط هيتعمل ازاي. انا دلوقتي ضفت الزبادي للبن كله. هنحط الزبادي بقى، هنملي الكوبايات بتاعتنا او الاطباق بتاعتنا ونحطهم في صينيه. الصينيه دي فاضيه خالص، ما فيهاش لا ميه دافيه ولا ميه بارده ولا اي حاجه. هتحطيهم في صينيه عاديه بس علشان تقدري تنقليهم للفرن بتاعك. الفرن طبعا هتكوني مولعاه حوالي 5 دقايق كده اهو، وتطفيه قبل ما تحطي الزبادي بتاعتك، تكوني طافيه. انا هنا في فقاقيع كده على الوش بنضيعها بالشوكه كده اهو، علشان يبقى الشكل مستوي. زي ما بقولك ولعنا الفرن حوالي 5 دقايق وطفيناه قبل ما تحطي الزبادي عشان ما تنسيش او ما يسخنش منك وتجلد منك وتعمل ميه. لازم الفرن تكون طفياها، يعني ولعتيها حوالي 5 دقايق مش اكتر وطفيتيها. هنا بعد ما دخلت الزبادي العادي في الفرن، هنعمل الزبادي بقى بالمانجا. الزبادي بالمانجا انا جايبه مانجا كده من الفريزر مفرزاها، مانجايه كده كبيره قشرتها وقطعتها وهنحطها في شفشق الخلاط، وهنحط جزء من لبن الزبادي اللي انا عاملاه، وهنحط 4 معالق سكر. 4 معالق دول يعملوا كميه كيلو زبادي، وكمان معلقتين كريم شانتيه عشان تربطي بيه الزبادي بتاعتك. هنضربهم كويس خالص لغاية ما المانجا بتاعتي تنعم جدا مع الزبادي. هتاخدي الشفشق بقى وتصفيه الأول قبل ما تعبي الكوبايات بتاعتك. هتصفيه لان لو في اي حاجة طالعة من المانجا قشرة ولا اي حاجة تصفيها كويس جدا عشان تطلع لك الزبادي بتاعتك ناعمة. زي ما انت شايفة عملت لي كمية حلوة كمان لما ضفت المانجا. هنملى الاطباق بتاعتنا وهنملى كوبايات تاني تعمل كمية كويسة جدا. هنحطهم برضو في الفرن مع بقية الزبادي. اي فقاعات زي ما انتم شايفين كده بطلعها بشوكة بسكينة باي حاجة كده، نطلعها عشان يطلع الشكل من فوق مستوي. هنحطها في الفرن زي ما اقول لكم وهنسيبها بقى مثلا حوالي 5 6 ساعات. اول حاجه طلعتها الزبادي العاديه كانت جمدت الاول، زي ما انتم شايفين الصينيه ما فيهاش ولا نقطه ميه. الزبادي جمدت كل ده قبل ما ادخلها كمان التلاجة، يعني ما كنتش لسه دخلتها التلاجة. بعد كده بعديها بيجي بساعتين كده التانية اللي هي بالمانجا جمدت ودخلتها برضو التلاجة. دخلتهم دلوقتي التلاجة وكمان اتاكلوا منهم، يعني الزبادي العادي اتاكل منهم. زي ما انتم شايفين كده الزبادي
بالكريمة بتاعتها بقشطتها يعني مهما تقولوا لي بجيب نوع كويس زبادي من بره، مش هيطلع زي اللي هيطلع من ايديكي. طبعا انت بتجيبي اللبن كامل الدسم من عند اللبان، بتعمليه بفيتاميناته بالكريمة بتاعته بقشطته، يعني انت بتستفادي ولادك بيستفادوا من الفيتامينات. طبعا برضو غير السعر، يعني انت لو هتشتريه من بره سعره طبعا غير لما بتعملي كمية كبيرة جدا بكيلو اللبن. بتعملي بيها كذا، يعني انا بتطلع معايا حوالي 14 كوباية بالاتنين كيلو زي ما انتوا شايفين كده. وكمان المانجا بالمانجا بتطلع كمية اكبر، يعني لما حطيت المانجا طلعت كمية اكبر. طبعا كلها بالفيتامينات بتاعتها، حاجة نظيفة، حاجة عاملاها من ايديكي. يا ريت تجربوا وتقولوا لي تجربتكم، خصوصا بالمانجا دي عجبتكم ولا لا. ويا ريت ما تنسنيش في اللايك والشير لاصحابكم لو عجبكم الفيديو. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فاتياس.